مرحبا مرحبا. 2025 نقدر نقول انها عام بيسان اسماعيل. تقييمك ليه ايه؟ حققتي كل اللي كان نفسك حلمت بيه ولا لا؟ كلميني اكتر عن اللي شفتيه السنه دي. هاي السنة حياتي قتي ما تتفلسفي اندفسي نومي. يعني من أفضل سنوات حياتي. عملت فيها قصص عن جد كانت من أنجح الشغلات اللي أنا بعملها، ومن أكثر الإنجازات اللي عملتها بحياتي كانت ب 2025. تكون مخترع القنبلة الذرية حضرتك. 2025 كانت وجه خير علي، وإن شاء الله 2026 كمان وجه حيكون خير علي إن شاء الله أكثر من هيك. لك العمى بعيونك اللي بيشوفك بيشوف الخير. غراو غراو. نخطط ل 2026 في ان شاء الله ترشح لجوي وورد في صح. حفلات، اكيد عايزين نعرف اكتر عنها بقى. أكيد في حفلات، حاليا عم بشتغل على كتير حفلات. تعرف جاي عبالي هيك نعمل له حفل فني صاير وحفل تكريم لهذا زرنطيطة. لك يا هم لولي قادمة ببلدان متنوعة، يعني كل البلدان العربية إن شاء الله بدي زورها والغير عربية. هلا هلا اهلا وسهلا فيك، شرفوا سيدنا. وأغاني جديدة، مغامرات جديدة، جوائز جديدة إن شاء الله يا رب ادعوا لي. ولك الهي بتنشلخي من حناكك شلخ. نعرف اكتر عن الاغاني بقى، ايه في جديد بنحضر له؟ ايه الاغنيه اللي جايه النازله اللي جايه الفتره اللي جايه؟ في أغنية جديدة حاليا عم حضر لها، قبل رمضان حتنزل، قبل رأس السنة يعني. اذا مسكتوا هيك لهالحجر وفدغتك بنص قرعتك ما بيرتوى غليلي منك. إن شاء الله حتعجبكم. اسمها نجمة، ترقبوا. معنى ان في مسلسل كان المفروض احنا او الناس اتكلمنا عنه، كان مع نادين جابر. عايزين نعرف بقى شويه عنه شويه بقى، احنا خلاص داخلين على رمضان. انتوا عاوزين تعرفوا ايه؟ معناها الشر للغاية. للغاية احرق لكم المسلسل دلوقتي يعني كله ولا ايه؟ اعمل ايه؟ جديد. كالي هوا حاجتك فلفسك. اوكي. شوف، انا ما فيني اقول دخلت عالم التمثيل بشكل يعني خلص، لا اكيد. لك شبك لك جودة، والله اللي بيسمعك فكرك ممثل عن جد. بس جربته بشي هيك قصير لذيذ، بتشوفوه برمضان ان شاء الله. عم تشبه لي حالة بالممثلة هالصفيرونية. وحتشوفوني كتير برمضان، حكون بأكثر من برنامج، حكون بأكثر من عمل ان شاء الله تحبون. مقهور. نعرف حاجه عن الدور طيب؟ ما هو الدور مش هقدر، لا كده كتير، بعد اذنك يا فتية كده كتير. والله يا انسه ديبي عندي فكره احسن بكتير. شو رايك اتحش لك صرمايتي بمناخيرك هيك وشك بيبيض. جايكي ولا لا تغادري. التعاون مع نادين جابر شفتيه ازاي؟ إنسانة جدا، إنسانة جدا بتجنن ولا رح تضل غشيم وغرض طول عمرك وما بتفهم. صراحة. فاجأتني بكلامها، قالت لي إنه أنا كتير عندي موهبة التمثيل وكتير لازم جربها أكتر جحش المخرج جحش واشتغل عليها أكتر. بس أنا يعني أنا حلمي الغناء من أول. لك حاجة عليك بقى، حاجة عليك العمى بعيونك شو بتحبي تعلكي. التمثيل ممكن يكون تجربة مرة مرتين مش أكتر من هيك، بس قالت لي أنتي كتير شاطرة على الكاميرا. بس بتعرفي أكيد كذاب. اخر حاجه رساله توجهها لجمهورك وقف معاك. أنا رسائل لجمهوري ما بعرف أعبر. كل عم في عيونك ما اشحشاك. ولك البهيم بهيم ولولا قبال فهمت القيم. بس بالله بحبكم كتير. إن شاء الله يا رب ضل هيك ارفع لكم راسكم. عيونك ضحكتني بنص الحزن. مع السلامة مع السلامة يا حمامة. يا مرحبا بزوارنا يوم الحج وعد جارنا. مع السلامة.